السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية رجوية خالصة لجميع عشاق الرجاء الرياضي داخل أرض الوطن وخارجه، لكل الجماهير الوفية التي تساند النصور الخضراء في السراء والضراء، وتعيش مع الفريق كل لحظة بحماس كبير وانتظار دائم لعودة الرجاء إلى مكانته الطبيعية فوق منصات التتويج. اليوم عدنا إليكم بموضوع ساخن جدا يشغل الشارع الرجاوي في الساعات الأخيرة، ويتعلق بمستقبل العارضة التقنية للفريق، خاصة مع تزايد الشكوك حول استمرار المدرب فادلو ديفيدز في حال عدم تحقيق الأهداف المسطرة هذا الموسم، مقابل عودة الحديث بقوة عن إمكانية رجوع المدرب الألماني جوزيف زيمباور لقيادة القلعة الخضراء من جديد. جماهير الرجاء تعيش على وقع ترقب كبير داخل البيت الأخضر، بعدما بدأت عدة معطيات تشير إلى أن إدارة النادي تضع زيمباور كأولوية في حال قررت تغيير الطاقم التقني خلال المرحلة المقبلة. ويعتبر عدد كبير من الرجاويين أن المدرب الألماني هو الرجل الذي أعاد الهيبة للفريق بعدما قاد الرجاء لتحقيق الثنائية التاريخية وقدم كرة قدم هجومية أعادت المتعة والثقة للجماهير الخضراء. وحسب بعض المعطيات المتداولة، فإن المكتب المسير للرجاء يتابع وضعية الطاقم التقني الحالي عن قرب، خاصة أن الإدارة كانت قد وضعت أهدافا واضحة منذ بداية الموسم تتعلق بالمنافسة على الألقاب والعودة بقوة إلى الواجهة القارية والمحلية. وفي حال فشل فادلو ديفيدز في تحقيق هذه الأهداف، فإن خيار التغيير سيصبح مطروحا بقوة داخل النادي. اسم زيمباور عاد بقوة إلى نقاشات الجماهير الرجاوية، خصوصاً أن المدرب الألماني يعرف جيداً أجواء الفريق وضغط العمل داخل الرجاء، كما يمتلك علاقة مميزة مع الجماهير واللاعبين، وهو ما قد يسهل عليه العودة بسرعة وإعادة الاستقرار التقني داخل المجموعة. في المقابل، هناك من يرى أن فادلو ديفيدز يستحق فرصة أكبر من أجل بناء مشروعه التقني، بينما يعتقد جزء آخر من الجماهير أن الرجاء يحتاج حالياً إلى مدرب يملك شخصية قوية وتجربة ناجحة داخل النادي من أجل إعادة الفريق إلى السكة الصحيحة في أسرع وقت ممكن. الأيام القادمة ستكون حاسمة داخل القلعة الخضراء، خاصة مع ارتفاع سقف طموحات الجماهير الرجاوية التي تريد رؤية فريقها يعود بقوة للمنافسة على جميع الألقاب. فهل تكون عودة زيمباور هي المفاجأة الكبرى القادمة داخل الرجاء؟